الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضرب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير فمن بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون جاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير الله أكبر الله 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 أكبر
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما يمكنهم من أثر Jirte sumaye wonɗum iga turo away irhukunaɗam kamara away diyam sarawa marnde raka'aje ɗiɗi joni kadi en keɗitoto huɗuba modibbo imamjo julirde jumɓare away cek imam darda'u imam
إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنزل وحده ونصر عبده وأحسن الأعداء لا إله إلا الله وحسن الدين ولو كره المشركون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الذي تقدس في غير العروض المتجلي بأسمائه وأوصافه في رحمة الله وبأسمائه في رحمة الجبروت وبأنواعه في رحمة الملكوت والأجرام المتشكلة والصور والأجرام المتشكلات والصور في رحمة الناس الله الذي خلقكم وما خلقكم ويريدكم مما يريدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم بارك الله فيكم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله حين تمسون وحين تسكنون ولو من في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لقد أقبل الليالي والأيام وعاقب الفكر والصيام وصلى وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله برحمة الله ومحللا للحرام ومحرما للحرام وموطنا للإسلام ما فرض فينا على ميدان الصيام وسلنا في ليله التراويح والقيام وعلى آله الكرام وصحبه الكرام يا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم وحالنا وحالكم أن يومنا هذا له شأن لنا عظيم حيث قدم به الشهر الكريم وافترض به الشهور وجعله يومئذ وزينة وجعله يومئذ وزينة وسرور في
مسلم ذكر أو أنثى حرا أو عبدا كبيرا مسلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يدخل قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأعطاه ستا من شوال هذا من عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمحل على جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاه فقال لا تبكوا على في بعد اليوم ثم قال لبني أخي قال اذكروا لي الأعمال وأمره فعبد المسلم رواه أبو داود. وهذا تأكيد على أن الزينة منها الخلوص وغيرها من إزالة الأوصاف. واتقوا الله وأطيعوه واستنوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأوصي نفسي وجميع المسلمين بقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذاتكم وأطيعوا الله ورسوله المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. وأذكركم وصية مولانا شيخ الإسلام سعادة الأنام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به جاهد عقبة الكريم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله لا نبي إلا ملك لا وجود إلا وجوده كفى بالله شهيدا محمد رسول قال تعالى إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل إنه هو السميع العليم. إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف لهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي الله ومن اتبع يا الله استمعوا إلى وصية مولانا شيخ الإسلام يقول أستغفر الله من خوف ومن طمع فيما سواه حسبي من له القدر. الله يا قومي فلا أبدا توقد بكم فتنة بالصبر فانتصروا لا تغلبوا أبدا لا تشكروا أبدا وإن سكتم فصبر إنهم سوء. ما نظرتم إلى من قبلكم من جفاة قد عفوا وصفوا من غيرهم مكرا ائتوا بصراط المسير واتقوا والنصوح في الصبر والعمل. ما منعنا مساجد الإله فما هذا بأوله قال الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ينهى عن الفحشاء والمنكر وما يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين اللهم اللهم انا نسالك عافيه الفاتحه الثانيه والخاتميه التي اللهم انا نسالك ما قرب اليها
اللهم إنا نسألك رضاك نسألك العفو إنا سكننا وذكرنا وأخطأنا وعافنا وباركنا وقولنا وعافنا وباركنا وعافنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد العظيم صلاة عنا بها والشر والتحقيق Sumai da lallan gwamna na bayi daraja mulu da lafiyarwai Domin garnata akhiri yirde sumai malamu kirti wannan sarari da jabalu